السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخي. نبعد شوية بقى عن الطبيخ والوصفات والأكل. هنرتب النهاردة مع بعض كده المطبخ كده. بصوا، هو طبعا الفيديو متجري سرعة رهيبة، يعني بصوا كان عامل ازاي المطبخ. هو نظيف الحمد لله، لكن مكركب مكركب، يعني الحاجات مش في مكانها. طبعا تراب. مش هحتاج ان انا امسك سلك او اسبونشة ورغاوي وحاجات كده، لان انا كنت بصراحة قبل العيد كنت عاملة الكلام ده، كنت منزلة المطبخ نفسه، يعني الظرف دي نفسها كنت منزلاها وغسلينها والكلام ده كله، فما فيش غير ان انا همسك بس يا دوبك فوطة كده، بشوية مية وكلوروكس الوان كده، وايه تبقى ريحة المطبخ حلوة، ونلم التراب او لو حاجة بقى مطرح ايدينا واحنا بنمسك الظرف واحنا بنرص حاجة. وكمان هنشيل حاجة رمضان. اخيرا بقى قررت ان انا بقى ايه، اقوم بقى كده واشجع نفسي واشجعكم معايا. اي حد لسه ما شالش، واكيد طبعا معظمنا كل الناس شالت الا انا تقريبا، انا الوحيده في مصر اللي ما شالش حاجه رمضان. فقلت بقى اشيل الكلام ده كله عشان خاطر باذن الله، واخلي الضرفه دي لحاجه رمضان. حتى والله عندي حاجات بالكيس بتاعها ما كنتش اصلا عملتها، فتحتها يعني لرمضان. ربنا بقى يبلغنا رمضان اعوام واعوام، نعملها مع بعض ونفرشها السنه الجايه باذن واحد احد يا رب. الضرفه دي بقى بتبقى دي اطباق عندي زياده. فبشيلها كل فتره كده، بشيل حاجه وادخل حاجه، منها ما يكونش ملل، وفي نفس الوقت تغيير يعني. وخليت الضرفه دي للاجهزه الكهربائيه، الخلاط بقى، الكبه، الحاجات دي، مضرب بيض، الكلام ده كله. إيه، لو ما خلصتيش بقى، لو عندك بقى حاجة في المطبخ بقى مش مترتبة، قومي كده شغلي الفيديو بتاعي واتفرجي وتشجعي، بس طبعا ايه، بالله عليكي لو انتي ما صليتيش او وراكي حاجة وعايزة تعمليها، اعمليها عشان انا ما اشيلش ذنب. ولو وصلتي معايا بقى لغاية هنا، تنسيش اللايك والاشتراك في القناة ان شاء الله. فبدأت بقى هنا بقى ألمع، والحمد لله الدنيا عندي نظيفة، وارجع بقى الحاجة مكانها مكركبة او حاجة، بحيث تبقى الدنيا معايا على طول، الدنيا مظبوطة، بحيث ان شاء الله العيد الجاي، العيد الكبير يعني اللي جاي ده، ان شاء الله انا مش ناوية بقى ان انا ايه، انزل بقى واعمل الكلام ده، ولا عاملة دي كل مثلا شهر ولا كل شهر ونص مثلا الواحد يلمع كده ويرص. انا حتى لو تعملي ضرفة واحدة، يعني حتى لو مش لازم تنزلي كده وتهدي نفسك مثلا، ولو هتعملي العملة دي زيي، يا ريت تبقي عاملة بقى غدا، او عاملة حسابك ان انتي ايه، عشان بجد الموضوع ما بيبقى مهلك حتى لو كان المطبخ نضيف. يعني انا المطبخ نضيف، ويا دوبك برص بلمع كده بالفوطة وارص الحاجة تاني، بس برضو طبعا مهلك، بتفضلي واقفة حوالي ساعتين ولا 3 على حسب. هنا بقى الضرفة دي شايفين عاملة ازاي، معرفتش اصورها بقى معاكم. كنت هبقى انا واقفه سادة بظهري يعني الكاميرا، فقلت اوريها لكم قبل وبعد. الضرفه دي كبيره ما شاء الله، ولما معايا كل الحلل والأطقم بتاعتي. ونصيحة لوجه لأي عروسة بتتجوز أو بتجهز، بلاش طقم الصاج ده خالص، يعني نصيحة بلاش منه. عندي الحاجات اللي هي المنظمات بتاعة المعالق دي، دول جداد عندي. بحب كده في رمضان اجيب حاجة جديدة في البيت، وده كان من ضمن الحاجات اللي جبتها في رمضان. المنظم للمعالق، جبت ده وجبت الضرفة اللي جنبها، الدنيا بتبقى مكركبة، بس تمسكي بس الحاجة كده يا دوبك تلمعيها وترجعيها مكانها، بتفرق معاكي بعد كده. نضفت، لمعت كده الظرف معاكم كده، طبعا مجريه الفيديو جامد جدا عشان ما تزهقوش والفيديو ما يطولش عليكم. وفي نفس الوقت قلت بقى ايه، عشان ما اطولش عليكم، ما رضيتش اعمل ظرف الخزين او التربو معاكم، قلت بقى خليه بقى ان شاء الله في فيديو لوحده، عشان الدنيا ما تبقاش كتيره عليكم. شايفين الكارثه؟ بصوا الموضوع الحمد لله نضيف، المطبخ نضيف، لكن للاسف الدنيا مكركبه قوي. انا بقى حاولت الم وانظم، بس والله اخويا بيقول لي ده سوء كانتو لما يجي يشوف البلاستيك اللي عندي. والله انا كنت من العرايس اللي ما بجيبش حاجات كتير، يعني انا ما حاولتش ان انا لما جيت اتجوز اجيب حاجات كتير قوي، وبالذات البلاستيك يعني. كنت عروسه، كل ما والدتي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا، كنت اقولها لا بلاش كتير، بلاش مش عارفه ايه، مع اني عايزاكم، انا عايزه اقول لكم حاجه المطبخ بالنسبه لي ادمان، فكل شويه لازم انزل اشتري حاجه جديده اجدد.
بس الحمد لله خَف موضوع الشِرا الكتير اللي ما لوش لازمة ده. بقيت أخلّيه في رمضان، يعني قبل رمضان كده بشهر أو حاجة بانزل بقى أشتري حاجات كده كتجديد للمطبخ مش أكتر يعني. وبعدين الواحد بيحب برضه مطبخه يبقى دايمًا فيه حاجات جديدة، فيه حاجات حلوة، الألوان، الكلام ده بيفرق طبعًا، بالذات طبعًا في نفسية الستات. دي بقى الحاجات اللي هي الطواجن والفخار والكلام ده كله مخلّياه بقى في الضرفة ديّة، علشان خاطر مش هينفع أحطه من فوق وزنه هيبقى تقيل يعني. بترصي حتى زي ما قُلت لِك في أول الفيديو، اعملي ضرفة، كل يوم اعملي ضرفة، لو على مدار الأسبوع هتلاقي نفسِك خلّصتِ. بُصّوا بقى الضرفة اللي جنبها عاملة إزاي، سوء كانتو برضه. نظّمي كده، قومي اتشجعي بقى، قومي اتشجعي وصلّي على النبي كده عليه الصلاة والسلام، وسمّي الله وابدئي. كمية lunch box وغطيان غير طبيعية. زي ما قُلت لِك بقى هو المطبخ نضيف، بس أنتِ بقى فوطة كده ولمّعي، لإني بصراحة إن شاء الله مش ناوية أعمل العملة دي على العيد. كفاية ضيّعنا عمرنا كله بننضف في المطبخ. أنا باخد كمية تريقة أصلًا من صحابي بسبب التنضيف. يالّا الحمد لله، من قبل فتح القناة أو الكلام ده كله يعني في هوس في حتة التنضيف ده، بس الحمد لله يعني الحمد لله بنحاول نخف شوية على نفسنا. هنا بقى حاولت بقى إن أنا أنظّم بحيث أفتح الضرفة ألاقي اللي أنا عايزاه بسرعة من غير وتبقى عينيّا برضه جايبة كل حاجة، يعني ما يبقاش في حاجات بتستخبى. باقعد كده عايزة أقول لكم ممكن بالسنة والاتنين بانضّف وبابقى واخدة بالي منها، وبعدين باحطها وارجعها تمام، وبعد كده بانساها خالص. بُصّوا الحاجات هنا كل شوية كانت تُقع وارصها تاني. وإن شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله أو اللي بعده مش متأكدة، ننضف بقى كده ونرتب الضرفتين بتوع الخزين اللي هُم اللي هناك دول اللي على الشمال، والتربو إن شاء الله كده مع بعض، عشان أنا قُلت بدل الفيديو ما يطول عليكم. ولو وصلتِ معايا لغاية هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك الحلو بتاعِك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أنا عارفة إن أنا مسرعة بس عشان ما تتضايقوش، ولو وصلتوا لغاية هنا شكرًا جدًا. دمتم في رعاية الله. باي باي.